السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين. كنتمنى إن شاء الله كيف ديما يلقاكم فيديو ديالي في أحسن الأحوال وفي حال جيدة. المهم بلا ما نطول عليكم غندوزو مباشرة لصلب الموضوع. كيف ما قلنا في الموضوع ديال الفيديو السابق، سابق ماشي غير سابق، ما عرفتش شحال داز عليه تقريبا، واش شهر ولا اكثر. المهم قلنا انه اللي بغى يبدا شي حاجه يبداها، ما يبقاش ياجل فيها، ما يبقاش يعطل فيها. الاعوام كتمشي وكيبقى الواحد في بلاصتو وكيبغي يدير شي حاجه وكيدوز هذاك العام وما كيدير والو، وربما كتكون هذيك الجرأه او الاقدام هو الحاجه اللي كيفتقدها هذاك الشخص. فهذه هي الحاجه الزوينه. الشيء مجرد ما كدير واحد الحاجه كيف كنقولوا حنا المغاربه، البديه اللي صعيبه، مجرد ما كتبدا فيها يعني بسرعه كتنسجم معها، بحكم انك كتكون باغي ديرها، غير هذيك البديه كتجيك صعيب انك تبداها. فهذا ما كان، نفترضوا انك تجاوزتي هذه المرحله هذه وبغيتي تبدا، وهذيك الجرأة او هذاك الاقدام على الشيء هي الحاجه اللي كانت ناقصاك. فمجرد ما كتقدم على هاد الخطوه هذه فانت كتكون يعني بحال نقولوا درتي واحد القفزه نوعيه اللي كبيره بزاف. كيبقى قدامك يا اما هذيك المثابره والاستمراريه باش تكمل، او لا ما كيبقاش عاجبك. ربما كتكون الرؤيه ديالك في الاول غالطه، ولكن على الاقل كتكون جربتي. فمني كتجرب يعني بامكانك انك دوز لحاجه واحده اخرى، ماشي بحال كتبقى في نفس البلاصه وكتبقى هذيك الفكره اللي كتكون عندك ربما هي مغلوطه وكتبان لك صحيحه، وانت كيقول لك راسك انك كون درتيها وكون كتبقى تبني عليها احلام وانت راك باقي ما دايرهاش وما جربتيهاش. ولكن فاش كتجربها صافي كتعطي لراسك هذاك الخيار ديال انها واش صدقات او ما صدقاتش. يعني يا اما نستمروا يا اما ندوزوا لحاجه اخرى. المهم احنا غنهضروا على البيع والشراء، بغض النظر يعني على الناس. كما قلت لكم يعني اللي اقدم على شي خطوه الله يسهل عليه، ومهم كتكون يعني واحد القفزه نوعيه اللي كبيره كيكون دارها في حياته. ولكن بحكم التجربه ديالي انا غادي نشارك معكم بخصوص البيع والشراء، حيت بزاف ديال الناس كيبغيو يبداو وكيبقاو خايفين. وبالخصوص غادي نهضروا على الناس اللي كيبغيو يبيعوا ويشريو وهما في مدينه بعيده، يعني على المدينه اللي غيتقداو منها السلعه. غنشارك معكم يعني بعض النقط اللي غادي تفيدكم في البدايات ديالكم. وبزاف ديال الناس كيتعرضوا يعني للنصب من خلال هاد النقط هادو. الا كنتي في نفس المدينه اللي كتواجد فيها السلع او المنتوج اللي بغيتي تبيع، فهذه حاجه مزيانه. علاش؟ اولا كنبغيش صراحه نشد الناس، قلت اولا من بعد غنعاودها لكم. هاد اولا غنعاود لكم هاد اولا علاش؟ حيت درت اقتطاع لديك اللقطه، ما بغيتش يبان صراحه حتى شي واحد، تفاديا لكل شيء. المهم اول حاجه نبغي نقول لكم كيف قلت لكم، الناس المتواجدين في المدينه اللي كتواجد فيها السلع او المنتوج اللي باغيين يبيعوا، هذه حاجه مزيانه لهم بزاف. علاش؟ لانهم كيقدروا يمشيو يشوفوا المنتوج، يعينوه مباشره، يشوفوا الجوده ديالو، يقارنوا في الاثمنه اللي في السوق. زائد انه كيقدر يتحكم في العدد ديال السلعه، بحكم انه كيمشي يعين مباشره، فهو كياخذ جمله، ولكن ما كيكونش مرهون بواحد العدد معين، لانه كيكون يعني في المحل، فكيقدر ياخذ اللي خدا هي جبله، ولكن ما كتكونش واحد الكميه كبيره، يعني ما كيكونوش فارضين واحد العدد اللي هو كبير، بحكم ان صاحب المحل يعني ما كتكونش عنده ديك المعاناه ديال جمع السلعه، سير صيفط السلعه، فهمتوني؟ يعني ما غيبغيش يصيفط لواحد بعيد واحد الكميه قليله ويتكرفص على ودها. يعني فهمتوا هاد النقطه هذه؟ اذا هذه حاجه مزيانه كتكون في صالح الناس اللي كيكونوا كيتواجدوا في البلاصه اللي كتكون متواجده فيها السلع او المنتوج اللي باغيين يبيعوه. بالنسبه للناس اللي كيكونوا بعيدين على البلاصه اللي كتكون فيها السلعه، هنايا كيكون الصراحه بزاف ديال الحوايج اللي ما كتكونش زوينه. منها هو انهم ربما ملي كيشوفوا واحد الاعلان ديال واحد السلع ما كيشوفوش الصور الحقيقيه، وهذا الخطا كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس. وغير مؤخرا دخلت عندي واحد السيده وقالت لي اختي شوفي السلعه اللي صيفطوا لي، بحكم انني كنبيعوا ونشريو كذا، راكم عارفين الجروبات يعني كيكونوا الناس اللي كيبيعوا ويشريو كيكونوا هكا معروفين.
صيفطت ليا قالت لي شوفي السلعه كي وصلتني حالتها، وشوفي التصاور اللي صيفطوا ليا، وشوفي السلعه اللي وصلتني. يعني كاين فرق كبير بين السلع. من الحوايج اللي منتشره حاليا بزاف، وهذه كنقطه كنبغي نوضحها للناس اللي بادين، اما اللي قدامين في السوق راه تبارك الله عارفين كيحطوا الصور. يعني الصور كتكون موديل اول، كتكون تقريبا السلعه ديال تركيا، ولكن الخدمه كتكون مخدوم على داك الموديل. يعني هما خادمين على داك الموديل، ولكن الثمن ديالها كيكون بسيط بزاف، يعني الثمن ديالها كيكون ناقص بزاف. فمن البديهي او الانسان خاصو يفكر يشوف واش هذيك الجوده تليق بهذاك الثمن، او داك الثمن يليق بهذيك الجوده اللي في الصوره. فاكيد لا، اكيد لا. ولكن كاين الناس الله يحسن عليهم كيكونوا ما عارفينش، فكيسحاب لهم راه بصح واو الثمن رخيص، كيقولوا هذه هي الهوته وهذه هي الهمزه، فكيطلبوا هذيك السلعه بواحد الكميه اللي كيكون فارضها هذاك الشخص. مثلا غالبا ديك 30 بياسه، الاغلبيه 30 بياسه 28 بياسه على حسب، باش يكونوا 4 سيريات او اكثر. المهم بحال هكا، هذا هو الجهد تقريبا ديال الناس اللي كيكونوا عاد بادين. فكيصيفطوا السلعه، فكيتفاجئ الانسان مسكين يلاه كيكون بادي، يلاه جامع واحد المبلغ. بالنسبه ليه هذاك المبلغ راه جمعوه يعني بعد طول عناء، غير باش يدير واحد البدايه اللي هكا يربح منها شويه ديال الفلوس. فمن بعد مني كياخذوا هذيك السلع كيتفاجئوا بانها لا علاقه لا علاقه مع هذيك السلعه اللي شافوا في الصور. المشكل الثاني اللي كيوقعوا فيه، فمن بعد يعني وصلت السلعه بحال هكا، وصلت حالتها حاله. المشكل الثاني اللي كيوقعوا فيه الناس اللي عاد بادين هما انهم كيطيحوا مع واحد الناس اللي كيقول لك يعني ممنوع الدفع عند الاستلام. وشنو هي ممنوع الدفع عند الاستلام؟ يعني صيفط ليا المبلغ كامل ديال السلعه، وعاد انا غنصيفط لك السلعه ديالك. هذه راه واحد الحاجه اللي كتكون خطيره جدا، وقليل اللي كيتلاقى مع ولاد الناس اللي كيكونوا فعلا قد هذه الكلمه هذه. بزاف ديال الناس كيلقاو مثلا واحد الشخص او لا واحد الصفحه، وهذيك الصفحه كتروج يعني للسلع، كتروج للسلع وحاطين فيديوهات وكذا 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 وكذا، ولكن هذيك الشخص او لا هذيك الصفحه ما كتكونش يعني عندها مصداقيه. فكيقول لك صيفط لي الفلوس كاملين، وعاد انا غادي نصيفط لك السلعه ديالك. كتنوض انت اولا انت على نياتكم، بحكم كتشوفوا التعاليق، كتشوفوا الفيديوهات ديال السلعه، كتقولوا صافي غادي نتوكلوا على الله. المهم كان وصلني اتصال هاتفي والله ما عقلت فين وصلت. المهم قلت لكم كيف ما قلت لكم، كتنوض انت اولا انت على نياتكم، كتشوفوا التعاليق، كتشوفوا جيت في هاد البلاصه مظلمه، كتشوفوا التعاليق، كتشوفوا الفيديوهات، فكتقولوا صافي هنا نبات، يعني راه السيد فعلا كاين المصداقيه، كاين كذا وكذا، غادي نديروا هاد المخاطره او هاد الخطوه هذه. نتوما ديك الساعه ما كتبانش لكم مخاطره، كتقولوا واو صافي. كيصيفطوا الفلوس كيتبلوكاو، ما كيبقاش هذاك السيد اولا هذيك الصفحه تجاوبهم نهائيا، لانه ما كايناش اصلا سلعه. فكيكونوا الصراحه دمروا. ربما بحال هاد الحوايج هادو كيخليو الانسان ما يقدمش عاوتاني على هاد التجربه ديال البيع والشراء، ولكن هو راه غير جا في الناس الخطا، اولا ما حكمش العقل ديالو قبل. هذا ما كان. المهم في يعني الناس اللي باديه دير الدفع عند الاستلام، يعني تشوف سلعتك وعاده تخلص، ومن الافضل انك تقلب هكا وتشوفها وعاده تخلص. فكانوا هادو جوج حوايج اللي كيوقعوا فيهم الناس بزاف بزاف بزاف، خاصه في البدايات ديالهم وعن تجربه. يعني انا شفت بحال هذا الشيء هذا وتعايشت معاه. بخصوص الحاجه اللي قلت لكم في الاول ديال انكم كتشوفوا الصور وكتفاجئوا في الواقع بصور واحده اخرى، فدائما مني تبغيو تاخذوا واحد السلعه، طالبوا بالصور الحقيقيه او لو بواحد الفيديو توضيحي. هنا كتشوفوا السلعه في الطبيعه كيفاش دايره. يعني هذه كنصيحه ليكم. ودابا غادي نشوفوا اولا نشارك معكم الفيديو ديال السلعه ديالي اللي وصلتني، وحتى انا درت الدفع قبل الاستلام. الحمد لله الثقه ديالي كانت محلها، توكلنا على الله، ربي ما خيبناش. المهم غنفتح ونوريكم. الحمد لله السيد صدق قد كلمته،
ومن بعد غادي نوضح لكم علاش الناس كيديروا هذه المساله هذه ديال الدفع قبل الاستلام. وكيف ما كتشوفوا الحمد لله التجربه كانت يعني الحمد لله يعني باءت، ماشي باءت بالفشل. يلا قلبي على مصطلحات دابا بالعربيه. ماشي باءت تكللت بالنجاح الحمد لله. فالانسان ملي كيكون يعني كيتوكل على الله عز وجل وكيسول وكيعرف، اكيد ان شاء الله غيلاقيه الله مع اولاد الناس. وهذا الشيء اللي بغي نقول لكم، وانني الحمد لله ولله الحمد يعني ما تعرضتش لخيبات الامل بزاف، الحمد لله هذا فضل من الله. ما تعرضتش لخيبات الامل بزاف في هذا المجال. هذا هو مجال زوين، غير يعني كيبغي المثابره، كيبغي الاستمراريه، وكيبغي شويه ديال الجهد والصبر. وفي نهايه هذا الفيديو هذا نبغي نقول لكم ان كنتمنى ان شاء الله ان المسيره ديالكم تكون موفقه في المجال اللي اختاريتوه كيف ما كان الحال. فهذه كانت غير يعني بعض النصائح البسيطه اللي بغيت نعاون بها الناس اللي يلاه باغيين يبداو او عاد بادين، وما كره تشاركوا معنا التجارب ديالكم في التعاليق. علاش لا؟ هكا كيكونوا يعني كتكون الاستفاده عامه، اللي جاي يقرا تعليق ربما يستفيد من تجربه واحد اخر. وغادي نقول لكم كيف كنقول ديما، دمتم في رعايه الرحمن دائما وابدا.